نصيحة صديقي، لو انت داخل الفيديو ده على انك تتعلم الهيد شوت، لا، هذا الفيديو مخصص لوضع التلج بسرعة. ويلا نبدأ. I think I'm losing my mind, trying to stay inside the line. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سيف باسم ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون مختلف عن كل الفيديوهات، هيكون عن ازاي تحط التلجة بسرعة جدا وانت بتلعب كمان في ذئب وحيد او روم. كيف تحط التلجة بسرعة، ده فيديو النهاردة. فقبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك، ويلا نبدأ. وشكرا طبعا يا شباب على 50 مشترك او 55. عايزين نوصل 70 في اسرع وقت او حتى 60، وما تنسوش توصلوا الفيديو ده اكتر من 50 لايك وانتوا قدها. ويلا نبدأ في الفيديو. اول حاجة يا شباب هتخشوا على وسائل التحكم وتخشوا على تخصيص HUD. فطبعا هتخلوا زرار التلج على اليسار، علشان لما تيجوا تلعبوا هيكون اليمين مشغول بانك بتنط وبتلعبوا وبتقتل الناس باليمين، فاليسار هيكون فاضي. ولكن وانت بتلعب، يعني هديكم مثال دلوقتي، يعني وانت بتلعب بتكون مشغول بالزر ده. فانت اول ما تكون بتلعب بده لازم تكون حاطط زرار التلج على اليسار، لانك لو مش حاطه على اليسار طبعا مش هتعرف تجيبه حتى من على اليمين، علشان هتكون انت مشغول في اللعب على اليمين، ولكن اليسار هيبقى فاضي تماما. وده كان المثال يا شباب. ده مثال كمان، لازم وانت حاطط التلج على اليسار، فانت لما تكون مشغول مثلا وبتقول كده فلازم تكون حاطط التلج هنا علشان على طول تنزله. ولكن هديك مثال تاني بسيط، او مش مثال، هو حركة لازم تفعلها في الاعدادات علشان تخلي التلجة تنزل لوحدها، وانا هقولهولك دلوقتي. الحركة هي انك تفعل الرمي الذكي لجدار الجلو. دي بتخلي التلجة تنزل لوحدها من غير حتى ما انت تظبطها، ولكن دي فيها خطأ بسيط جدا، ان انت مش هتعرف تظبط التلجة قوي، لانك اول ما بتفعلها، اول ما بتتك على التلجة بتنزل على طول من غير ما انت تكون ظابط المكان. فده هو الخطأ البسيط اللي فيه. وده طبعا يكون نهاية الفيديو معانا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك. كان معك سيف، وطبعا سلام.